السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات أسماء. وبغيتي كيكة هماوية ديال النهار الكبير، خفيفة ومفشفشة وراقية شكلا ومذاقا، ما عليك إلا بهاد الكيكة اللي كتجي خفيفة كريشة، كتجي مهوية ورائعة شكلا ومذاقا. إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا أخوات بلايك الفيديو. ندوز معكم مباشرة المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاج هنا 3 ديال البيضات يكونوا بحرارة ديال الغرفة. بالنسبه للقياس ديال المول اللي غندير ان شاء الله 30، يعني 30 في الطول ديالو. هنا درت 3 ديال البيضات، غادي نحتاج معاهم كاس ديال سكر سنيده والعبار بالكاس ديال العنبه. بالنسبه للمكونات ديال هذا المول غادي نعطيهم لكم مضبوطين بمكونات اللي كيجي هو هذاك، يعني القياس ديالو مضبوط. غادي ندير كما قلت لكم رشه ديال الملح وواحد الكيس ديال سكر فاني، وغادي نطرب هاد المكونات مزيان، سواء درتو الخلاط ديال العصير اولا الهاشوار اولا درتو هاد الباتور اولا الطراب اليدوي، نفس النتيجه. اهم حاجه انكم تخدموا في الاول البيض مع السكر مزيان مزيان حتى كيطلع شويه وكيتغير اللون ديالو. غادي نضيف كذلك ياغورت من نكهه ديال الفاني. غادي نضيف كذلك كاس ديال الحليب السائل. بالنسبه لهاد المكونات كما قلت لكم نفس القياس تعبروا به ديال الكاس ديال العنبه، كاس ديال الزيت. وغادي نعاود نخلط هاد المكونات، وهنا غادي نخلط غير شويه صافي حتى كينسجموا هاد المكونات مع بعضياتهم وصافي. غادي ناخذ هنا الصفايه وغادي نوضع فيها 2 ساشيات ديال الخميره ديال الحلوى. المجموع ديال هاد الخميره هي 16 غرام، 2 ساشيات. وغادي ندير ملعقه كبيره عامره ديال المايزينا. هاد المايزينا كتعطينا واحد الخفه للكيك، يعني الكيكه كتجينا خفيفه من الداخل. غادي ندير هنا الدقيق الابيض ويكون نوعيه جيده، كيف ما كنقول لكم دائما خدموا بالنوعيه الجيده ديال الدقيق الابيض باش كتضمنوا المخبوزات والمعجنات والكيكات ديالكم يجيوكم زوينين. غادي ناخذ هنا كما قلت لكم 2 كيسان عامرين ديال الدقيق الابيض، ملعقه عامره ديال الخل، ملعقه تكون هكا متوسطه صافي. وغادي نخلط هاد المكونات. انا في الاول راه كنخلط هكا غير بشويه باش ما كيطيرش الدقيق صافي، وكنعاود نخدمو غير واحد شويه غير باش كيتخلطوا وصافي. بالنسبه للخليط بان لي هنا باقي خفيف. غادي نضيف الكاس الثالث. انا درت قدامكم كل شيء باش يعني كتمكنوا من الوصفه، وكذلك حتى يعني باش كنعطيكم المقادير والمكونات مضبوطه. كما قلت لكم درت 2 كؤوس في الاول ديال الدقيق. ملي خلط بالي الخليط خفيف ضفت الكاس الثالث وغادي نخلط ونشوف. كيف ما كتشوفوا باللي الخليط جا هو هذاك صافي. هنايا هذا هو القوام اللي بغينا ديال الكيكه، ما بغيناش القوام يكون ثقيل وما بغيناش يكون خفيف. كيف ما قلت لكم هذا هو القوام اللي تحصلت عليه. دابا غادي ناخذ واحد الاناء وغادي نحيد فيه شويه من هذا الخليط، تقريبا واحد الكاس عامر او لا كاس ونصف. كيف ما كتشوفوا غير شويه ديال الخليط. الا بغيتو مثلا هذيك الطبقه ديال الشكلاط تجيكم غليظه غادي ديروا الكميه شويه زايده. بغيتوها تجيكم رقيقه غديروا غير شويه ديال العجين اولا الخليط، ما ديروش بزاف. درت هنايا الكاكاو، والكاكاو غادي نقول لكم على حساب النوعيه ديال الكاكاو اللي عندكم. بالنسبه اللي ما عندكمش مثلا ديال العبار تقدروا ديروا هذيك الساشيات. كنظن غتستهلك لكم 2 ساشيات، حيت وحده ما غاديش تعطيكم هذاك اللون ديال الشكلاط الغامق. 2 ساشيات. وبالنسبه للكاكاو غادي نضيفو تدريجيا حتى كتحصلوا على هذاك اللون الغامق. بالنسبه للمول الطول ديالو 30، وهنا دهنته بشويه ديال الزيت مع الدقيق اولا ديروا الزبده مع الدقيق صافي. دهنته مزيان وكبيت فيه الخليط الابيض. ودابا غادي نكب هذاك الخليط ديال الكيك اللي زدت فيه الكاكاو. بالنسبه كما قلت لكم الكاكاو بقاو تضيفوا تدريجيا حتى كتحصلوا على هذا اللون. هنا خديت واحد الموس اولا تاخذوا شي عود اولا شي حاجه وتبداو ديروا خطوط كيف ما كتشوفوا. ديت خط الواحد غادي والخط الاخر جاي كيف ما كتشوفوا، يعني ما تبقاوش ترونوها بزاف باش كتحصلوا على الشكل ديالها من الداخل زوين. صافي غادي ندخل الكيكه الفران بارد وغادي نطيبها عاديه كيف ما كتشوفوا. هنا غادي ناخذ صوص كراميل ديال الدار، مصايبها انا في الدار. دابا نشارك معكم ان شاء الله الوصفه. ممكن تعوضوها بهذا الياغورت ديال الكراميل. انا كانت عندي هذا الصوص هي اللي خدمت بها
صافي الكيكه كيف ما كتشوفوا هذاك اللي كيبان لكم بحال الحراق، هذاك راه الكاكاو هكا باين فوق الكيكه، اما هي راه جات محمره. صافي درت هنايا داك الصوص كراميل، وغادي ندير هنا الفيوتين كيف ما كتشوفوا. راه ممكن ديروا الكركاع اولا اللوز اولا الكاوكاو مهرمش اولا الايفيلي، كذلك الشكلاط حبيبات. يعني التزيين كيبقى لكم اختياري على حسب اللي موجود عندكم. كيف ما قلت لكم صوص كراميل تقدروا تعوضوها بدانون ديال الكراميل اولا دانون ديال الشكلاط، راه كيبقى لكم تزيين على حسب الرغبه. تزينت هنا بواحد الحبيبات هكا ديال الشكلاط من الفوق، وهذا هو الشكل ديالها. راها كتجي خفيفه، كتجي رائعه، كتجي شهوه منها. غير جربوها ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. غادي نعاود نقطع معاكم باش تشوفوا الخفه والهشاشه ديالها. ومازال هنا راها باقا شويه سخونه، يعني ما برداتش تماما، وقلت ضروري ما نشاركها معاكم. كتجي ما نقولش لكم عليها في الصراحه هماويه في الحطه ديالها وراقيه. ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وشوفوا. يعني بلا ما نشكرها راها شاكره راسها. كنتمنى هذا الاقتراح ينال الاعجاب ديالكم. تجربوها باذن الله وتبعوا هاد المكونات بالضبط، ان شاء الله غادي تجيكم بهاد النتيجه. ما عليكم الا تتبعوا هاد النصائح كاملين اللي عطيتكم. كذلك ضبطوا المكونات، راه العباره بالكاس ديال العنبه راه معروف. صافي، وان شاء الله تنجح معكم الوصفه من اول تجربه. شوفوا كيفاش جات خفيفه، راها جات زوينه من يعني، والمذاق ديال من الداخل جا رائع، وكذلك حتى هماويه في الحطه ديالها. كان هذا هو الاقتراح ديال اليوم. كنتمنى هنا الاعجاب ديالكم وتجربوها بهذه الطريقه ان شاء الله. الا بقيتوا معايا حتى لهنا في لا فيديو، ما تبخلوش عليا بلايك وبارطاج مع الاحباب والاصدقاء فضلا وليس امرا، دائما مع الوصفات السهله والمبسطه. الى فيديو قادم والى وصفه قادمه باذن الله.